Hold up. إنه الأهلي يا سادة، زعيم أفريقيا وزعيم الشرق الأوسط كله. يعني يوم ما تفكر وتخش معاه في تحدي يبقى لازم تحط نسبة 99.9 إن أنت كده كده خسران. ولو ما كنتش مصدق بتهيألي بعد الماتش ده والنتيجة دي يبقى لازم تكون اقتنعت مش صدقت. ومشكلتك إنك ما سألتش زميلك قبل كده حصل منه إيه، وده لأن بعد ما الاتحاد كسب أوكلاند سيتي كده ونتفاجئ بجمهور الاتحاد بعد ما كسب قاعد بيقول لو مش بس كده عشان بعدها يطلع الاخ ده يفضل يقلل من الاهلي وجمهوره، وكان عنده ثقه غريبه ان هو هيكسب 5 يا اخي احمص، عشان بعدها يجي الرد من الاهلي وجمهوره في وسط ملعب الاتحاد وبكل اللعيبه المحترفه اللي هم اشتروها علشان يتعمل عليهم ماتش يدرس من الاهلي وما نشوفش الاتحاد ده خالص، علشان يتسكوا 3 اهداف مزيكا من معلول والشحات وامام عاشور. انا بقى عندي سؤال، 1 2 الكبسة راحت فين؟ أنا بقى أقول لك راحوا فين؟ روحوا البيت في الدقيقة 80 في منظر ما شفتوش قبل كده. إيه؟ مش مفروض تبقوا ورا فريقكم لحد آخر دقيقة؟ ولا دي شعارات ولا إيه بالظبط؟ عشان يجي بعدها جمهور الأهلي يسكت؟ لأ، وبأعلى صوت في قلب جدة وقعد يقول 1 2 الكبسة راحت فين؟ اللي أنا عايز أقوله بقى إن أنت مهما تكون أقوى من المنافس اللي قدامك لازم تحترمه، عشان عادي ممكن يهينك وسط ارضك وجمهورك، وان الكرة السعودية عمرها ما هتبقى احسن من الكرة المصرية مهما قعدت تجيب من نجوم وصرفت عليهم، لان انت كده مش بتطور الكرة عندك، انت كده بتركن اللعيبة المحلية وبتهتم باللعيبة العالمية، وبكده منتخبك ساعتها هيكون واقع، لان معظم اللعيبة اللي هتكون في منتخبك كلهم قاعدين دكة ومش بيلعبوا. اخر حاجة بقى لازم اعلق عليها، ايه ده؟ جبتوه منين ده؟ حقيقي جبتوه منين؟ ده الراجل لسه نازل وما كملش حاجه قام واخد طرد غريب بصراحه، وبسبب الطرد ده جه الهدف بتاع الاتحاد. يا خساره، بس هقول ايه؟ سديته نفسي. طب والله العظيم تاني ما انا مكمل الحلقه. سلام. Hold up.